الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. آمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو سرعة أو زيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان، فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. آمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم. اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصب بسجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وصائر بلاد المسلمين يا ربنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا وأرضنا وارض عنا وباسمك الكافي إفنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك. وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك. وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين. آمين. يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهولة. يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول. وأسبلن علينا ربي عافية وهب لنا القصد في الدارين يا الله. وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله. وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله. وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله. واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله. وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله. ورد لنا كل ذي صعب وذي حرن
ويسرا كل ذي التعسير يا الله. طول لنا عمرنا، صحح لنا بدنا، وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله. طول لنا عمرنا، صحح لنا بدنا، وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله. ودمرا كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله. وكلنا عاصما من كل مهلكة، ونجنا من بلايا الدهر يا الله. وكن معيذا لنا من شر ذي حسد، مع شر فم وشر العين يا الله، وشر سحر وشر الخلق إنسهم ومع جنهم وذوات السم يا الله. آمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم، ثم بيمن رمضان الأعظم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا بر يا كريم يا عظيم، اغفر ذنوبنا، تقبل منا، واحم حمانا، وتجاوز عنا، وأنزل يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر نقم، وهب لنا الآداب والمزايا، وكفنا الآفات والرزايا، وهب لنا الحرص على الطاعات، وكفنا الكسل في الأوقات. يا بر يا لطيف يا معافي، يا من له أمر الورى يا شافي، أنزل شفاءك مكان الداء، ولا تعاملنا بالابتلاء. واشف جميع المسلمين عاجلا، ثم قهم خوفا وحزنا آجلا، ونجهم وعافهم والطف بهم، ولا تؤاخذهم بكثر ذنبهم، فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد، وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك، لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك، ها هنا ثم غدا. لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح، فلا تؤاخذهم بما لا ينقصك، ولهم هب الذي لا ينفعك. يا الله يا مقلب القلوب، قلب قلوبنا عن العيوب. رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ. خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة، ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ. يا مالك الملك يا من جل عن قود، ارحم جميع الورى يا هادي الردى. يا مالك الملك يا من جل عن قود، ارحم جميع الورى يا هادي الردى. يا مالك الملك يا من جل عن قود، ارحم جميع الورى يا هادي الردى. اللهم انصر من جعلته ولي أمرنا. اللهم انصر من جعلته خليفتنا، الخليفة العام للطريقة المريدية. آمين. اللهم احفظه بما تحفظ به عبادك وأولياءك الصالحين. آمين. اللهم انصر به دينك، وأعلي به كلمتك، واجمع به كلمة الأمة على الخير، ووفقه لما فيه مصلحة العباد والبلاد والأمة الإسلامية قاطبة. آمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام يا كريم، يا من يفعل ما يريد، إن هذه الأمنية العظيمة التي خلفها الشيخ الخديم وأنجزها الشيخ الخليفة لإعلاء كلمة الله العليا، نسألك اللهم أن تطول بقاءه فينا ممدودا بالصحة والعافية والقدرة والقوة، حتى يكتمل المشروع كما يتمناه، وتتقوى أركانه، ويؤتي ثماره وأكله بإذن الله تعالى، وحتى يحقق مشاريع خديمية أخرى. آمين. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر كل من يعين الشيخ على أداء مهامه ومشاريعه من أهل وأقارب وأتباع. اللهم مكنهم بقوتك، وأيدهم بنصرك، حتى يقوموا على مسؤولياتهم خير قيام، ويوفقوا بالرضا والنجاح بكل مرام. آمين يا رب العالمين. يا رب يجعل المريدين معا في حصنك الحصين والشمل اجمعا. ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر، والمساعي يقبلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، صل على خير الورى محمد وآله مع الصحاب العبد، واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين، واقض حوائج الذين داموا في خدمتي، وهب لهم ما راموا، وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان واستسلاما، وجازهم عني بالغفران
وبالكرامات وبالرضوان واجذبهم إلى الهدى والخير واصرفهم عن الردى والضير واغفر لهم كل لغى وذنب وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد أجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم واصرف قلوبهم إلى الطاعات بالعلم والعمل في الأوقات بجاه أفضل الورى محمد وحق شهر رمضان الأمجد وحق آله وصحبه جميع وحق كل ذي سعادة مطيع وصليا عليه ثم سلما وآله وصحبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وإله يا من على كل شيء قادر وعلى العرش العظيم استوى بالقهر يا الله أرني عجائب قدرتك فيما أتمنى وأطلب وأكرمني بسرعة إجابة دعائي ببركة عبد الله وخديم رسوله خليلك وحبيبك ووسيلتي إليك هب لي مرامي يا وهاب دون عنن ولتكفني برسول الله كل بلاء هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في ذا النداء يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي صل وسلم على المتمم وكل يعصم بلا انتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المجاب وعلى آله وصحبه وأسنى خديمه واجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم داعي مجاب آمين يا رب العالمين ببركة عبد الله وخديم رسوله خليلك وحبيبك ووسيلتي آمين.